طلابنا حبايبنا السلام عليكم. اليوم درسنا كلش حلو كلش سهل، وطبعا أغلب طلاب السادس العلمي يعانون عند اللي شفناه احنا بالخصوص وحتى بالمدرسة، يعني كلها نفس الشي. المهم، فأني اليوم شرحي شلون أحفظ قياس الزوايا المثلثية بدقيقة واحدة بس. شوف، هذا دائما الجدول كلها تعاني من عند طلاب المدارس واللي نشوفهم بالخصوص اللي يجونا. بس هو طالب مشكلته انه ما يعرف شلون يحفظ وما يعرف شلون يقرا. يوم جدولي كلش سهل وكلش حلو، اعلمك طريقة باقل من دقيقة راح تحفظ لي اياه. انتبهوا وياي. هنا عندنا الزاوية كوساين، وعندنا شنو؟ عندنا ساين. دائما انت من تكتب لي كوساين وراها شنو ساين، دائما تبدي بالكوساين انت، وراها شنو ساين. تكتب لي قياس زاوية 30، قياس زاوية 60، وقياس زاوية 45. بس ركز لي على سالفة با عليه. انت ايش تحفظ لي؟ تحفظ لي انه هذا الجدول طبعا تحفظ لي اياه شكله كشكل. اول ما يجيك بالامتحان لازم تكتبه قدامك. مفهوم؟ اول ما يجي بالامتحان لازم تكتبه قدامك على الورقة، على الدفتر الامتحاني او على ورقة الامتحان. ركز وياي بسالفة انه الكوساين تكتبه بالبداية والساين تكتبه وراها. بعدين تخلي لي جذر، العفو، باي على 6، باي على 3، باي على 4. انتبهوا ايش تحفظ لي؟ تحفظ الكوساين. طبعا بالمناسبة انت عندك 3 ارقام راح تستعملهم بهذا الجدول، اللي هي اكتب لي فوقها اللي هي جذر 3 على 2. تمام، هذا اول رقم، جذر 3 على 2، وعندك 1 على 2، وعندك بعد 1 على جذر 2. هذول الارقام بس اللي انت راح تستعملهم بهذا الجدول. فايش تحفظ لي؟ تحفظ لي دائما باي على 6 كوساينها جذر 3 على 2. تمام، شوف كوساين للباي على 6 هي جذر 3 على 2. شوف ذني دائما سوى، واحد عكس الثاني. بما انه جذر 3 على 2 هي كوساين باي على 6، اذا ساين عكسها 1 على 2. شوف عكسها انت عندك ذني، لو لا تكتب هذا معناته الزاوية وراها هي 1 على 2، او لا تكتب لي 1 على 2 بالبداية معناته جذر 3 على 2 وراها. اذا تحفظ لي كوساين للباي على 6 هي جذر 3 على 2، اذا عكسها 1 على 2. تمام، انتبهوا وياي. هسه راح نعكسها مرة ثانية بال60. يعني ايش راح نكتب؟ راح نكتب 1 على 2 جذر 3 على 2. هاي اسهل طريقة. طبعا حتى انا كنت طالب بالاعدادي اتذكر عندي معضلة هو هذا الجدول، وكملت الثانوية وانا ما حافظه، وطبيت بالكلية تقريبا مرحلة ثانية كلية الله انا قدرت احفظ هذا الجدول. بس جبت هاي الطريقة كلش سهلة وكلش حلوة. انتبهوا يعني. احنا اليوم بس الكوساين والساين، اما الثاني نعرفه بعدين. جذر 3 على 2، 1 على 2. عكس، لا، 1 على 2 وجذر 3 على 2 هاي عكسها. حلو. ايش تبقى لك؟ تبقى لك الباء على 4 ثابتة هي نفسيتها، اللي هي 1 على جذر 2 و1 على جذر 2. كلش سهلة وكلش حلوة. انتبهوا يعني، راح اعيد لك اياها مرة ثانية. انت دائما شوف هسه صايرة مثل الفي هاي. نعم تمام، اما هاي ثابتة ما عندك فيها اي مشكلة. نعيد لك اياها مرة ثانية. تكتب لي هذا الجدول تحفظ لي شكله. كوساين ساين باي 6 باي 3 باي 4. دائما تحفظ لي الكوساين مال الباي على 6 هي جذر 3 على 2، عكسها تحفظ لي 1 على 2. يعني اذا تكتب جذر 3 على 2 لازم عكسها 1 على 2. مقلوبها بالباي على 3 راح تصير 1 على 2 جذر 3 على 2 بالعكس. اما الباي على 4 هي 1 على جذر 2 و1 على جذر 2. بالمناسبة هاي اعطيك اياها صورة ونزلك اياها بالتعليقات، وتحفظها كلش مهمة انه تحفظ بهاي الطريقة حتى ما تنسي. وشكرا جزيلا.